لماذا لا يرتدي ميسي الملابس الفاخرة أبدا؟ على عكس رونالدو أو نيمار، لا يظهر ليونيل ميسي أبدا مرتديا ملابسا من علامات تجارية فاخرة للغاية، لا لوي فيتون ولا غوتشي. لكن لماذا؟ على عكس لاعبي كرة القدم الآخرين، يفضل ميسي المظهر المريح: قميص أساسي، جينز بسيط، وحذاء رياضي كلاسيكي. ومن المعروف عن ميسي أنه شخص متواضع وحكيم، وأسلوبه في ارتداء الملابس يعكس شخصيته تماما. حتى بعد أن أصبح مليارديرا، لا يزال يحتفظ بعاداته ويفضل أن يشعر بالراحة بدلا من اتباع الاتجاهات. رونالدو يستعرض رفاهيته ونيمار كذلك، لكن ميسي حسابه البنكي يتحدث عنه، لا يحتاج إلى عرض ملابس باهظة الثمن لإثبات نجاحه. مع ثروة تقدر بملايين الدولارات، يمكن أن يرتدي جميع العلامات التجارية في العالم. تمنحه شركة أديداس عشرات الملايين كل عام لتمثيلها، ونتيجة لذلك فهو يرتدي هذه العلامات التجارية فقط. لقد أثبت أنه يمكن أن يكون أسطورة دون إظهار ثروته في كل مكان. فهل تفضلون أسلوب ميسي أم أسلوب كريستيانو رونالدو؟ أخبرونا في التعاليق. لماذا لا يرتدي ميسي الملابس الفاخرة أبدا؟ على عكس رونالدو أو نيمار، لا يظهر ليونيل ميسي أبدا مرتديا ملابسا من علامات تجارية فاخرة للغاية، لا لوي فيتون ولا غوتشي. لكن لماذا؟ على عكس لاعبي كرة القدم الآخرين، يفضل ميسي المظهر المريح: قميص أساسي، جينز بسيط، وحذاء رياضي كلاسيكي. ومن المعروف عن ميسي أنه شخص متواضع وحكيم، وأسلوبه في ارتداء الملابس يعكس شخصيته تماما. حتى بعد أن أصبح مليارديرا، لا يزال يحتفظ بعاداته ويفضل أن يشعر بالراحة بدلا من اتباع الاتجاهات. رونالدو يستعرض رفاهيته ونيمار كذلك، لكن ميسي حسابه البنكي يتحدث عنه، لا يحتاج إلى عرض ملابس باهظة الثمن لإثبات نجاحه. مع ثروة تقدر بملايين الدولارات، يمكن أن يرتدي جميع العلامات التجارية في العالم. تمنحه شركة أديداس عشرات الملايين كل عام لتمثيلها، ونتيجة لذلك فهو يرتدي هذه العلامات التجارية فقط. لقد أثبت أنه يمكن أن يكون أسطورة دون إظهار ثروته في كل مكان. فهل تفضلون أسلوب ميسي أم أسلوب كريستيانو رونالدو؟ أخبرونا في التعاليق.